عاجل. وليد ركراكي يفجرها بتصريح قوي على ظلم التحكيم في مباراة فرنسا. أكد وليد ركراكي مدرب المنتخب الوطني أن الحكم المكسيكي حرم الأسود من ضربة جزاء في المواجهة أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم. وأوضح ركراكي أن الحكم كان مخطئا في منح الورقة الصفراء لبوفال في الوقت الذي كان عليه الإعلان عن ضربة جزاء. وأشار الناخب الوطني أن اعتراض الجميع على الحكم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم يدخل في إطار اختصاصها من أجل الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني، غير أنه لن يغير من الأمر شيئا. واعتبر ركراكي أن لاعبيه لا زالوا متحمسين لتحقيق الرتبة الثالثة والصعود منصة التتويج، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي منتخب إفريقي أو عربي سابقا. وأضاف ركراكي أن بعض اللاعبين لا زالوا يعانون من بعض الإصابات، وسيحسم في مشاركة بعضهم اليوم الجمعة في آخر حصة تدريبية، مشيرا إلى أنه يتوفر على مجموعة متكاملة وسيعتمد على اللاعبين الذين سيقدمون مستويات كبيرة. واعترف ركراكي أن المواجهة أمام المنتخب الكرواتي ستكون جد صعبة على اعتبار أن الفريقين تقابلا في المواجهة الأولى في دور المجموعات. ونبه الناخب الوطني إلى أن المواجهة مهمة على اعتبار أنها ستمكن أحد الفريقين من صعود منصة التتويج.